الفضل في تطوير اختراعات تعود بالفائدة الجمعاء على البشرية. يعملون في الغرب لأن بلادهم غير مؤهلة لاستقبالهم، وأحيانا تفضل العالم الأجنبي ذو الاسم الإنجليزي عليهم. ونحن في هذه الحلقة من MBC في أسبوع سنركز على العلماء العرب الذين منحوا الجنسية الأمريكية فيما هم يعملون في الولايات المتحدة الأمريكية. وسنبدأ بالعالم الجزائري الدكتور نور الدين ملكيشي، والذي يعيش هناك منذ التسعينيات، وها هو اسمه يرتبط باكتشافاته المهمة في أشعة الليزر التي يستعملها في الكشف عن السرطانات مبكرا، وأيضا في اكتشاف الحياة على كوكب المريخ. عموما الزميلة نادية بلبيسي طبعا توافينا بالتفاصيل عن هذا العالم. نتابع. بصفته عميدا لكلية الرياضيات والعلوم الطبيعية والتكنولوجية في جامعة ديلاوير، يتابع العالم الجزائري الأمريكي نور الدين ملكاشي الدراسات المتعلقة بكوكب المريخ. فقد كان هذا العالم العربي رائدا في توظيف أشعة الليزر ووضعها على متن مركبة فضائية أرسلتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إلى الكوكب الأحمر كما يعرف في 25 من نوفمبر من الشهر الماضي لاستكشاف مؤشرات للحياة على هذا الكوكب. المريخ هو كوكب اللي عنده بيئة معقدة جدا، وفيه يعني فيزياء وكيمياء وبيولوجيا وعلوم بيولوجيا. تعلموا يعني حوايج بزاف. للمريخ يكون يعني في المريخ يعني لاناسا يعني هي بعثت كيوريوسيتي باش يكون ثم على المريخ، وحين يكون ثم في المريخ يعني كاين يعني سؤال واحد وهو سؤال أساسي، والسؤال هذا هو يعني هل المريخ ككوكب كانت فيه في الماضي ولا في الوقت الحاضر، يعني فيه حياة. والحياة التي يحاول الدكتور ملكيشي وفريقه اكتشافها هي ليست لوجود بشر، بل لمعرفة إمكانية وجود مياه في القشرة الطبقية للصخور أو تحتها، كذلك إذا كان هناك وجود لميكروبات أو فيروسات عاشت أو تعيش على كوكب المريخ. الروبوت الذي أرسل من المتوقع أن يعود بمعلومات في أغسطس من عام 2012 ليضع الدكتور ملكشي في طليعة العقول الأمريكية التي تحاول كشف غموض الكواكب الأخرى. في الواقع هناك سؤال نسأله دائما، وهو لماذا ينجح العالم العربي في الغرب وبالتحديد في الولايات المتحدة؟ الجواب قد يكون سهل، وهو أن هذه الدول توفر له الفرصة بالدرجة الأولى والإمكانيات بالدرجة الثانية، وقد لا تميز ضده بشكل كبير. تخرج نور الدين ملكيشي في الدراسات العليا من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه من إنجلترا في فيزياء قسم الضوء والبصر، قبل أن يعكف في أبحاثه على دراسات أساسية في مجال البيولوجيا الحيوية، وبالتحديد في رصد العلامات المبكرة لاستكشاف السرطان وخصوصا سرطان المبيض، وذلك باستخدام أشعة الليزر لاجئا لسوائل الجسم مثل الدم واللعاب والعرق لاستكشاف السرطان بدلا عن الطرق القديمة المؤلمة. إذا يعني نجحنا باش نشوفوه في وقت مبكر جدا، في 95% من الحالات هذا المرض يكون سهل أن واحد يستشفى منه. يعني هذيك اللي رانا مركزين على المبيض، ولكن ما نتعلموه هنا في المبيض هو نجمو نديروه في بروستيت كانسر ولا لونج كانسر ولا اني كانسر، because احنا فيزيائيين، ولكن we look at this نشوفوا هذه يعني كبروتينات كموليكيولز. ألقاب الدكتور ملكاشي يصعب حصرها، فهو رئيس قسم الفيزياء والهندسة ومدير مركز البصريات للتطبيقية لعلوم الفضاء، وعميد كلية الرياضيات والعلوم الطبيعية في جامعة ديلاوير. حصل على 14 براءة اختراع، وألف أكثر من 100 دراسة، وأمن منحة مالية تقدر ب5 مليارات دولار من وكالة ناسا لتأسيس مركز للبصريات التطبيقية لعلوم الفضاء.
حصل ملكاشي على جوائز عدة، منها جائزة ناسا وكابيتال هيل وسمارت وغيرها، وهو نموذج لعالم عربي هاجر للغرب فاحتضنته أمريكا ليثري البشرية من وراء أفكاره. نادية البلبيس لبرنامج MBC في أسبوع من جامعة دلاوير في دوفر.